أهلا بكم يا سنة تانية إعدادي. إن شاء الله هنبدأ مع بعض الترم الثاني وأول درس بعنوان الزراعة في وطننا العربي. وما تنساش تشترك في جروب التليجرام، هينزل عليه أسئلة مهمة، هسيب لك الرابط في أول تعليق. هنشرح المنهج مع بعض بالكامل، والمنهج سهل وبسيط، وانت تابع معاي وذاكر، وإن شاء الله المادة هتبقى سهلة وهتجيب أعلى الدرجات. الدرس الأول: الزراعة في وطننا العربي. عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي. قيام الزراعة منذ القديم عمل على استقرار الإنسان زراعة وأقام المساكن زي نحن ما عرفنا في سنة أولى. وأدت قيام الزراعة أدت على قيام أعرق الحضارات، زي الحضارة المصرية القديمة اللي هي الفرعونية زي ما خدناها في سنة أولى، وحضارة بلاد ما بين النهرين بالعراق. عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي في عوامل. هناك عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية تنقسم إلى 3، زي المياه العذبة، 2 التربة اللي هي التربة الخصبة طبعا، والثالثة المناخ المتنوع. ودي خلقها الله لنا. أما العوامل البشرية فهي تنقسم إلى 3: 1 الأيدي العاملة المدربة، 2 رأس المال، والثالثة السوق. العوامل الطبيعية اللي هي المياه العذبة، اللي هي الأمطار، هي في 3 نقاط: الأمطار، المياه السطحية، والمياه الجوفية. الأمطار زي ما نحن عارفينها. أما المياه السطحية فهي زي أنهار وبحيرات. أما المياه الجوفية فهي زي العيون والآبار، دي المياه العذبة. أما التربة الخصبة تنقسم ل3، اللي هي زي نهر النيل في مصر والسودان، زي نهري دجلة والفرات في العراق، نهري جوبا واشبيلي في الصومال. ودولة تربة السهول الفيضية. التربة الخصبة اللي هي تربة السهول الفيضية، وهي توجد على جانبي مجاري الأنهار. هنقولهم تاني مع بعض، اللي هم نهر النيل في مصر والسودان، نهري دجلة والفرات في العراق، نهري جوبا واشبيلي في الصومال. رقم 3 المناخ المتنوع. يتمتع وطننا العربي
بمناخ متنوع. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي ما النتائج؟ إنه يتمتع وطننا العربي بمناخ متنوع، ما النتائج المترتبة؟ هقول له أدى ذلك إلى إنتاج محاصيل متنوعة، وتحقيق التبادل والتكامل بين 22 دولة عربية. يعني الدول العربية بتكمل بعضها اللي خدناهم في الترم الأول. أما العوامل البشرية اللي هي الأيدي، يبقى 1 الأيدي العاملة المدربة. عندنا في الوطن العربي إنه يمتلك ثروة بشرية هائلة مدربة، يمتلك وطننا العربي ثروة بشرية مدربة لها خبرة كبيرة، لها خبرة وكفاءة عالية في مجال إيه؟ في مجال الزراعة. 2 رأس المال. نحن عارفين إن دول الخليج والدول العربية تمتلك رؤوس أموال. رؤوس أموال لازمة، اللي هي اللازمة لإقامة المشروعات، اللي هي دول الخليج. دول الخليج. وفي بعض الدول من الدول العربية اللي هي دول الخليج قامت بعمل شق الترع وإقامة السدود واستصلاح بعض الأراضي. 3 السوق. والسوق ده بينشأ اللي هي عملية العرض والطلب على المنتجات، اللي هو عملية البيع والشراء. زاد الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية. ممكن يجيب لي سؤال. ممكن يقول لي بما تفسر. عشان إيه؟ زيادة السكان طبعا بالوطن العربي، وارتفاع مستوى المعيشة. أدى إلى إيه؟ التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج. والعمل على تحسين المنتجات، العمل على تحسين المنتجات الزراعية.
ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي زاد الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية بما تفسر. أقول له بسبب زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة اللي أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج والعمل على تحسين المنتجات الزراعية. مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي اللي هي المناطق اللي يتركز فيها النشاط الزراعي، وبتنقسم إلى 3: مناطق الزراعة على المطر، مناطق الزراعة على الري من الأنهار، مناطق الزراعة على المياه الجوفية. مناطق الزراعة على المطر الأجزاء الشمالية من الوطن العربي كما أمامك على الخريطة، زي ما أنت شايف أمامك على الخريطة، وفي اليمن وجنوب الصومال وجنوب موريتانيا. أما مناطق الزراعة على الري من الأنهار فهي على جانبي نهر النيل، مصر والسودان كما أمامك، ونهري دجلة والفرات في العراق، نهري جوبة وشبيلي في الصومال. مناطق الزراعة على المياه الجوفية بعض المناطق الصحراوية زي الواحات الخارجة والواحات الداخلة بمصر. أهمية الزراعة في الوطن العربي، ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر أهمية الزراعة في الوطن العربي أو أذكر السبب. لأنها توفر، خد بالك، هتعمل له 4 خطوات. 1: توفر الاحتياجات السكان للوطن العربي من المواد الغذائية، الغذاء. 2: بتوفر فرص عمل للسكان، حيث أنه يعمل نصف السكان أو 50% من سكان الوطن العربي بالزراعة. 3: إنه المواد الخام الداخلة في الصناعة طبعا اللازمة للصناعة، زي مثل القطن اللي بتقوم ويدخل في صناعة الغزل والنسيج، قصب السكر، وطبعا يدخل في صناعة السكر وكثير من المنتجات، والفاكهة والخضروات. تدخل في صناعة حفظ وتعليم، الأغذية. يبقى دول كده 3. أما 4 فهي رؤوس الأموال التي تستخدم في إنشاء العديد من المشروعات. يبقى رؤوس الأموال نقولهم بسرعة السؤال ده لأنه مهم. أهمية الزراعة في الوطن العربي، ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر. لأنها توفر الغذاء وتوفر فرص العمل، 50% من سكان الوطن العربي يعملون بالزراعة. المواد الخام اللازمة للصناعة زي القطن اللي بيقوم عليه الغزل والنسيج، قصب السكر بيقوم عليه صناعة السكر وكثير من المنتجات، والفاكهة والخضروات اللي بتقوم على حفظ وتعليب الأغذية، ورؤوس الأموال. دي أهمية الزراعة في الوطن العربي. أهم المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي: 1 اللي هي أول واحدة تذبذب الإنتاج الزراعي. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي بما تفسر.
ليه تذبذب في الإنتاج الزراعي؟ إنه بسبب إيه؟ الاعتماد على مياه الأمطار، بسبب اعتماد معظم الزراعة في الوطن العربي على مياه الأمطار. ونحن زي ما نحن عارفين إن مياه الأمطار هي غير ثابتة، وهي غير ثابتة لأن محدش يعرف أوقاتها ولا كميات الأمطار اللي هتنزل. 2، عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. يعني في ناس عندها أراضي ومش مزروعة وما بتزرعهاش وصالحة للزراعة. 3، قلة استخدام الأساليب التكنولوجية في الزراعة الحديثة في إيه؟ في الزراعة. 4، حدوث التصحر. التصحر اللي هو تناقص قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي. حدوث التصحر ممكن يجيب لي سؤال يقول لي بما تفسر. ده بسبب إيه؟ بسبب تفاوت كمية المطر، وده محدش ليه يد فيه، وزحف الرمال، والرعي الجائر، وقطع الأشجار، والإفراط أو كثرة زراعة المحاصيل المجهدة. خد بالك وركز من الأسئلة دي. طبعا تفاوت كمية المطر وزحف الرمال دي من الطبيعة ملناش يد فيه. أما الرعي الجائر وقطع الأشجار والإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. وإنه المساحة المزرعة في الوطن العربي هي بس نحو 5% من مساحة الوطن العربي. السؤال ده مهم وخلي بالك منه، اللي هي أهم المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي، اللي هي تذبذب الإنتاج الزراعي. ممكن يجيب لي سؤال يقول لي بما تفسر، أقول له بسبب اعتماد معظم الزراعة على مياه الأمطار، وإن مياه الأمطار غير ثابتة، لا نعرف أوقاتها أو كمياتها. 2، عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة. لو في ناس عندها أرض صالحة للزراعة وما بتزرعهاش. 3، قلة استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة. 4، حدوث التصحر. ممكن يجيب لي سؤال ويقول لي حدوث التصحر بما تفسر. تفاوت كمية المطر، زحف الرمال، الرعي الجائر، قطع الأشجار، الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة، وتفاوت كمية المطر وزحف الرمال ده من الطبيعة. آخر حاجة، ما مقترحاتك لحل المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي؟ نقول 1، اللي هي توفير المياه اللازمة للزراعة طبعا، وده يكون عن طريق إيه؟ عن طريق الاهتمام بالمشروعات الري، زي إقامة السدود والخزانات، التوسع في عملية
تحلية المياه أو مياه البحر. مياه البحر إيه؟ للزراعة. استخدام الطرق الحديثة في الري زي إيه؟ مثل الري بالرش والتنقيط. 2 اللي هو استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة، ومنع إيه؟ البناء عليها. اللي عاوز يبني نقول له روح في الصحراء. 3 استصلاح الأراضي الصحراوية لزراعتها. 4 مكافحة التصحر. 5 استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. لو جاب لي سؤال وقال لي ما مقترحاتك لحل المشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي، أقول له 1 توفير المياه اللازمة للزراعة عن طريق الاهتمام بمشروعات الري مثل إقامة السدود والخزانات والتوسع في عملية تحلية مياه البحر للزراعة، واستخدام الطرق الحديثة في الري زي الري بالرش والتنقيط، واستغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة ومنع البناء عليها. 3 استصلاح الأراضي الصحراوية لزراعتها. 4 مكافحة التصحر. 5 استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لزيادة القدرة الإنتاجية للأراضي الزراعية. بكده خلصنا شرح الدرس الأول، الزراعة في وطننا العربي. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، وحط لايك واشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصحابك، وأي حد تعرفه في تانية إعدادي ابعت له الفيديو وشجعنا إنه بنتعب علشان يوصلك الفيديو. كان معكم مستر رفعت، قناة تفوق الدراسات الاجتماعية.